الشعراوي، والقصه دي موجوده على اليوتيوب ومن لسان الشيخ الشعراوي. الشيخ الشعراوي بيقول لك انا اللي غير حياتي كلها كلمه قالها لي ابوه. قال له ايه ابوك؟ اوعى تفتكر ابوك مغفل يا امين. طب انا ابني اسمه يحيى، وانا بقول له في الفيديو، بقول له خلود بنت اختي وشيماء وعزه وكل الناس اللي في ثانويه عامه، اوعى تفتكر ابوك مغفل يا يحيى. لان القصه انا هحكي لكم بسرعه كده، ان الشيخ الشعراوي اصلا ما كانش عنده رغبه انه يكمل تعليمه في الازهر الشريف، وكان عايز يشتغل في الفلاحه، ودي قصه موجوده في لسان الشيخ الشعراوي. انا كنت عايز اشتغل في الفلاحه في الارض كده، فقال لك انا اضايق ابويا من التعليم ازاي؟ انا هخليه يدفع ويكوع كل اللي معاه. فقال لك انا رحت كده مكتبه واتفقت مع صاحب المكتبه لما اجي لك انا وابويا المكتبه اقول لك عايز الكتاب ده الكتاب ده الكتاب ده، تنزل كل الكتب. قال له بس دي كتب غاليه قوي وانت مش محتاجها كلها. قال له بس اعمل اللي انت